لو حضرتك عندك مشكلة بتواجهك لما بتيجي تربط الواتساب المعدل بالواتساب الرسمي، فدايما بيجي لك تعذر الربط، او بتجيلك المشكلة التانية تأكد ان هاتفك متصل بالانترنت. تمام، تأكد ان هاتفك متصل بالانترنت. طبعا انا جايب لك الحل اللي هيخليك ان شاء الله تقدر تربط الواتساب المعدل، اي نسخة من نسخة الواتساب المعدل بالواتساب الرسمي، ولكن النسخة اللي احنا هنسيبها لك في قناتنا على التليجرام هي اللي شغالة 100%. يعني هي أي نسخة هتلاقيها موجودة على قناتي على التليجرام هي اللي هتكون شغالة مع حضرتك، إنما أي نسخة تجيبها من الموقع الرسمي ساعتها مش هتشتغل معاك. فأنصحك تدخل على قناتي على التليجرام، هتلاقي أكتر من نسخة. يعني عندك نسخة الواتساب الأحمر، نسخة الواتساب عمر الذهبي، نسخة الواتساب الذهبي، نسخة جي بي، نسخة واتساب عمر العنابي، ونسخة واتساب عمر الأزرق، نسخة واتساب أبو صدام، نسخة حضرموت، نسخة العقرب. تمام. والنهارده هنتكلم عن نسخة الكاسر، نسخة الكاسر، نسخة واتساب الكاسر اللي هي كي بي. تمام، كي بي. تمام. النسخه دي اللي هنتكلم عنها في موضوعنا النهارده. يعني بالبلدي كده النسخ ديت هتلاقيها موجوده في قناتنا على التليجرام. لو لاحظت كده هتلاقيني سايب لك 10 نسخ، ادي 2 4 6 8 9، والنسخه اللي بنشرحها النهارده 10 نسخ، دول هتلاقيهم في قناتي على التليجرام. النسخ ديت تم تعديلها، يعني بالبلدي كده انا اللي عدلت النسخ ديت بنفسي، يعني انا شخصيا اللي عملت التعديل ده عشان تشتغل معاكم واحل لكم المشكله بتاعه تعذر ربط او تاكد ان هاتفك متصل بالانترنت. تمام. العشر نسخ دول، بكرر كلامي تاني، العشر نسخ دول انا عملت فيهم تعديل. التعديل ده ادى ان كل الناس تقدر تستخدم الواتساب المعدل للمره الثانيه، تقدر تستخدم الواتساب المعدل للمره الثانيه. تمام، بطريقه سهله وبسيطه. يعني كل النسخ دي هتقدر تستخدمها للمره الثانيه، وهتبدا تعمل لها ربط بين الواتساب الرسمي عادي، مفيش اي مشكله ومش هتواجهك اي مشكله. طيب تعالوا ندخل بقى في الموضوع على طول ونبدا نربط الواتساب كي بي، تمام، مع الواتساب الرسمي. واتساب كي بي اللي هو الواتساب الكاسر مع واتساب الرسمي. تمام. واهم حاجه لازم يكون عندك الواتساب الرسمي ويكون فاتحه عادي، مفيش اي مشكله. تمام. كل اللي عليك هتجيب موبايل تاني وهنبدا نفتحه ونجهز الكاميرا بتاعته. تمام. بعد كده هنبدا نضغط على واتساب كي بي اللي هو الكاسر، هنضغط عليه. بعد كده هنبدا نضغط على السهم ده ونقول موافقه والمتابعه، وهنضغط على الثلاث نقاط ونقول ربط كجهاز مصاحب. نجهز الموبايل بتاعنا، هنبدا نلقط الصوره عادي مفيش اي مشكله. تمام. هنبدا نروح على الواتساب الرسمي، هنضغط على الثلاث نقاط، هنقول له الاجهزه المرتبطه، هنقول له ربط الجهاز، هندي له البصمه عادي مفيش اي مشكله. تمام. هنبدا نقرب كده الجهاز عشان يقرا الكيو ار كود بالشكل ده كده. هو كده بيقرا الكيو ار كود، جاري تسجيل الدخول. كده هيبدا يدخل معانا على طول واتساب، او هيتربط معانا الواتساب الكاسر، الواتساب كي بي. تمام. وبالفعل زي ما انتم شايفين اتربط معاه. لو خرجنا كده ورحنا على واتساب عبد الله كي بي اللي هو الكاسر، هنبدا نضغط عليه، هتلاقيه بيحمل معايا الدردشات. تمام. هنبدا نطلع كده. تمام. وهنبدا نضغط على الواتساب الكاسر او الواتساب كي بي، هنضغط عليه هيبدا يفتح معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. هنقول له اوكي وهنقول له اوكي. تعالى نتعرف بقى على المميزات بتاعته. كل اللي علينا هنبدا نضغط على الثلاث نقاط دول. تمام. بعد كده هنبدا نقول اضافات الكاسر. تمام. ماشي زي ما انتم شايفين كي بي واتساب بلس 3 في 35. تمام. هنضغط على الخصوصيه والاف عشان نشوف بقى المميزات بتاعته. هنا طبعا لو انت عايز تعمل تفعيل لوضع الشبح هتبدا تفعله عادي. هنا عايز تعمل اخفاء اخر ظهور هتبدا تعمله عادي. هنا اظهار الرساله المعدله، لن يستطيع الاشخاص تعديل الرساله من عندك، هتبدا تفتحها عادي. هنا طبعا تجاوز المشاهدات مرة واحدة هتبدأ
تفعلها. طبعا هنا منع حذف الرسائل، مفيش مشكله، هتبدأ تفتحها برضو. إيقاف إمكانية الأشخاص الآخرين من حذف الرسائل في محادثتك. هنا طبعا توقف إشارة المحول، هتبدأ تفتحها عادي. هنا من يستطيع الاتصال بها الجميع، طبعا هنا الخصوصية الكل. هنا إعادة ضبط الخصوصية. هنا إخفاء مشاهدة الستوري، لا تخبر شخص إنك شاهدت الحالة بتاعته. تمام، فمفيش مشكلة، تبدأ تحدد كده عشان لما تشاهد الحالة بتاعت أي حد وصديقك اللي انت شاهدت الحالة بتاعته. يعني انا كمثال مثلا حاطط حالة عندي في الواتساب بتاعي، تمام، وحضرتك دخلت بصيت على الحالة او شفت الحالة، فبيظهر عندي انك شفت الحالة. انا هقدر اشوف اي حالة صديق عندي على الواتساب ومش هيبان عنده اني شفت الحاله بتاعته. هنا طبعا منع حذف الحالات، لن يستطيع الاشخاص حذف حالتهم من عندك. لو انت مفعل الخيار ده هتبدا اي حد يبقى حاطط حاله عنده، تمام، ودخل حذفها، يعني اي صديق بالبلدي كده، اي صديق عندك حاطط حاله على الواتساب ودخل حذفها في نفس الوقت، مش هتتحذف من عندك لانك انت مفعل منع حذف الحالات. تمام، فديت بعض المميزات، تمام، او بعض الميزات في الواتساب الكاسر. تمام، وفي حاجات بقى كتير والكلام ده كله. تمام، طبعا يا شباب عشان اكون واضح معاكم، جميع النسخ دي موجوده عندي في قناتي على التليجرام. يعني حضرتك ما تدخليش جروب التليجرام وتقول لي فين النسخ دي كلها موجودة في قناتي على التليجرام. طيب رابط قناتك على التليجرام فين؟ رابط قناتي على التليجرام في وصف الفيديو، اسفل الفيديو كده في الوصف هتلاقي رابط قناتي على التليجرام في ال10 نسخ دور اللي انا عدلتهم بنفسي وشغالين بنسبة 100% مع الناس كلها. فحضرتك هتدخل على قناتي على التليجرام، تمام، الرابط بتاع اللي هو في صندوق الوصف، تمام، هتبدا تضغط عليه يدخلك على قناتي على التليجرام. هتلاقي ال10 نسخ دول اللي انا عدلتهم بنفسي موجودين في قناتي على التليجرام. جروب التليجرام بقى لو في اي مشكله واجهتك تبدا تكلمني على جروب التليجرام، تمام، نقدر نحل المشكله مع بعضينا. تمام، ال10 نسخ دول بكرر كلامي تاني موجودين في قناتي على التليجرام. طيب رابط قناتك على التليجرام فين؟ رابط قناتي على التليجرام في وصف الفيديو، عشان برضو ما فيش حد يجي من التعليقات على اليوتيوب. يعني الناس اللي بتسيب لي تعليقات على اليوتيوب بيدخل طبعا يفتح الفيديو ويتفرج على 5 6 ثواني 10 ثواني منه او دقيقه بالكتير قوي، بعد كده يخرج من الفيديو ويبدا يكتب لي او قبل ما يخرج من الفيديو يبدا يكتب لي تعليق. حضرتك رابط التطبيق ده فين؟ وحضرتك لو سمعت الفيديو للنهايه هتلاقيني بقول لك رابط الواتساب او رابط النسخه دي موجوده في قناتي على التليجرام والرابط بتاعها في وصف الفيديو. تمام، اما حضرتك بتدخل تتفرج لي على 10 ثواني اقل من دقيقه وتدخل تقول لي تسيب لي تعليق ورابط الواتساب فين او الواتساب هو موجود فين؟ طب انا عايز الواتساب. تمام، طب ما حضرتك لو سمعت الفيديو للنهايه تعرف اللي انا حاطه في قناتي على التليجرام. طب ليه بقى كده انت بتدخل تتفرج على دقيقه او اقل من دقيقه وفي الاخر تخرج من الفيديو وتوقف الفيديو وتسالني على الرابط؟ ما انا بعد كده مش هجاوب على حد، يعني انا شخصيا مش هجاوب واقول لك رابط الفيديو ده فين، او هقول لك رابط نسخه الواتساب دي فين، او انا مش هقول لك ملف الواتساب ده فين او نسخه الواتساب دي فين. لان حضرتك لو دخلت من البدايه وسمعت الفيديو للنهايه هتعرف اللي انا بكرر كلامي تاني اهوت للمره الخامسه او للمره الرابعه. تمام، اني بقول لك رابط ان الواتساب النسخ اللي انا عدلتها كلها او ال10 نسخ اللي انا معدلهم دول، ال10 نسخ دول موجودين في قناتي على التليجرام، وقناتي على التليجرام الرابط بتاعها في وصف الفيديو. شوف انا عمال اكرر لك قد ايه عشان برضه انا عارف ان انت هتيجي في التعليق وتقول لي رابط الواتساب ده فين، عشان انت مش هتتفرج على الفيديو وهتتفرج عليه 5 6 ثواني او هتفتح الفيديو عشان تسيب لي تعليق فقط. لكن حضرتك انك تشوف الفيديو للنهايه عشان تفهم رابط الواتساب فين او الواتساب انا شايله لك فين، ده استحالة عندك. انت بتستسهل على نفسك وانا قاعد عرقان اصلا قدام الكاميرا والجو حر جدا، وبرضو يعني بساعدك وانت ما بتحاولش تساعدني انك تشوف حتى الفيديو وتفهم الرابط فين وتفهم كل حاجة. تمام، طيب انا هكرر كلامي للمرة الاخيرة. حضرتك ما تبعتليش على جروب التليجرام وتقول لي رابط الواتساب فين، تمام، او الواتساب
فين. ادخل على قناة التليجرام وهتلاقي رابط الواتساب بتاعي موجود في قناتي على التليجرام، ولكن جروب التليجرام لحل المشاكل. النسخ ديت ال10 نسخ اللي انتوا شايفينهم دول انا معدلهم شخصيا وشغالين بنسبة 100%. تمام. واستاذن الناس اللي هي بتدخل تكذبني تقول لي انت كذاب ومفيش حاجة صح عشان تلم مشاهدات والكلام ده كله، لو انا كذاب ادخل في تعليقات الفيديو على اليوتيوب وتشوف الناس بتشكرني قد ايه وبتقول لي انت الوحيد اللي صادق وانت الوحيد اللي الطريقة بتاعتك او النسخه بتاعتك اللي اشتغلت معانا. اما اي حد تاني كلهم كذابين والكلام ده كله، وانت حضرتك داخل بتكذبني انا. تمام. طيب بلاش تعليقات اللي في اليوتيوب، ادخل على التعليقات او الرسائل اللي هي موجوده في جروب التليجرام، هتلاقي ناس كتير بتشكرني وناس كتير حاطه سكرين شوت بالنسخ اللي اشتغلت معاها بنسبه 80% شغاله مع الناس كلها. تمام. لكن انا بالنسبه لي 100% شغاله، ولكن في تليفونات بيكون فيها مشاكل ما بتشتغلش، فعشان كده كل الناس بتشتغل معاها بنسبه 80%. لكن انا بالنسبه لي لو ما فيش مشاكل معاك في الموبايل بتاعك هتشتغل معاك بنسبه 100%. اتمنى اكون افدتكم في الفيديو، ولو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، وسيب لي كومنت اسفل الفيديو لو واجهتك مشكله، او ادخل على جروب التليجرام وقول لي مشكلتك ايه، نحل المشكله مع بعض على جروب التليجرام. جروب التليجرام الرابط بتاعه في وصف الفيديو. قناه التليجرام اللي هتلاقي فيها ال10 نسخ دول موجوده برضو الرابط بتاعها في وصف الفيديو في رابط قناة التليجرام. شوف انا عمال اكررها قد ايه، رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو، كررتها كتير جدا. وانا عارف ان في ناس زهقت مني وهتقول انت بتتكلم كتير اختصر والكلام ده كله، ما انا لازم افهم الناس عشان الناس اللي بتدخل تسالني بصراحه انا بتضايق جدا. يعني انا بذاكر ان الرابط او الواتساب ده هيكون في قناتي على التليجرام، والناس داخله تسالني تقول لي هو فين رابط قناتك اللي على التليجرام ده؟ ما انا قايل في وصف الفيديو. تمام. مش عارف والله. اتمنى طبعا يوم سعيد ليكم، ولو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.